دفاع على طول ثانيه من فرقه ريال مدريد، تصل للمالكي لاوديغارد على اليمين، خطيره سريعه دانيلو لما قلت على فتره صوبه قويه والهدف جوا جول جول الهدف الاول، الهدف الاول، هدف التقدم الغالي للملك الكبير ريال مدريد. الهجمه، الانطلاقه، الهجمه السريعه العنتريه والتصويبه الجميله، تصويبه جميله جدا قويه بالقدم اليسرى بقدم المدافع الباك اليمين البرازيلي دانيلو، طلع لقدام زاد لقدام. قلت لكم مشاهدينا لاعب الجناب النهارده هيكونوا لهم دور كبير في هذه الشباك. انطلاقه رائعه بهجمه جميله سريعه عنتريه بقدم البرازيلي دانيلو، وتصويبه في شباك مرمى الحارس الالماني اولرايش حارس المرمى الملكي. يا ناس متقدم متفوق على البايرن بهدف واحد مقابل شويت. النجم الخطير النمساوي ألابا والفاول والتركيز اللاعب الحارس الاسباني الحارس كاسيا على طول ألابا والتصويبه قويه والهدف مش ممكن. القائم يتألق مشاهدينا ويمنع الهدف الاول. اصوبه صاروخيه قويه جميله لا تصد لا ترد بقدم النجم ألابا، جت في القائم وطلعت بره الملعب. ضربه المرمى لصالح ريال مدريد، تفوق كبير. رافينيا للنجم فيدال، تصل على الشمال لألابا، تغيير حلو، لمسه خطيره، استلام والهدف، تصويبه حلوه والصدمه ممتازه. يا على الاستلام، على الاستلام روعه من رافينيا لالونسو على الشمال. ألابا محاوله كره طوليه خطيره سريعه، استلام بلا بدوران من تياجو بخبرته عاليه. تياجو تصويبه حلوه والصدمه ممتازه. الله عليك، الله عليك يا تياجو، المهارة والاستلام والدوران والتصويبة القوية والصدة الرائعة من الحارس كاسيا. يتألق كاسيا ويطلع كورته بره الملعب. ضربة ركنية لصالح البايرن. لمس من تياجو لفيليب لام على اليمين لتياجو، محاولة خطيرة لفيليب لام ورا لألابا الشويطة، تصويبة قوية، دفاع ممتاز من الملك ريال مدريد. هدف في هذه المباراة ورا تحضير في وسط الملعب، كرة خطيرة سريعة، المهارة الفردية، عدى فات بخبرته، تصويبة قوية ولكن فوق العارضة. استلام ممتاز بتصويبة قوية بقدم النجم الخطير الكولومبي خيمس رودريغيز، ولكن تعدي بسلام وأمان على مرمى الحارس الألماني اولرايش. كاسيا حارس مرمى الملكي في هذه المباراة اللي كان انضم في الصيف العام الماضي من فريق اسبانيول. الفاول من مكان ممتاز وتصويبه قويه ولكن تلعب بره. تصويبه قويه بقدم النجم الخطير النمساوي ألابا، ولكن تعدى مشاهدينا بالسلام وامان على مرمى ريال مدريد. مباراه قويه باستلام من مودريتش لكازيميرو على اليمين ناحيه كارفاخال. استرباتانيا تصل لكازيميرو، تحضير انطلاقه من النجم مودريتش على الشمال لمارسيلو، لمسات بسطولي حلو، في خطوره استلام من اسكو، عدى بخبره كبيره، في خطوره في عرضيه عاليه، تعدى الراسيه في الحارس على طول الالماني اولرايش حارس مرمى. تحضير على الشمال لألابا، كرة عاليه قويه خطيره، الاستلام روعه ولكن في تسلل على مين؟ على الامريكي جوني جرين. تسلل موجود، هذا هو جرين، يعني هو بيلعب مع فريق كبير يمتلك كمان خط هجوم قوي جدا جدا البايرن، سواء في وجود طبعا ليفاندوفسكي، اريان روبن، فرانك ريبيري. عاد فرقه ريال مدريد على الشمال لمارسيلو في نص الملعب، تحضير ولكن في فاول موجود من فيدال للنجم مارسيلو، فاول. سلامات طبعا لمارسيلو. يعني اهم حاجه لكل مدرب في المباراه النهارده ان هو يخرج بهذه المباراه ببر الامان، بمعنى ان ما يكونش في اصابات للاعبي الناديين في هذه المباراه. طبعا بيحاول ان هو يعني الوقوف على مستوى بعض اللاعبين، وكمان انه في تغيير، هيكون تغيير اول للبايرن في هذه المباراه، تغيير اول للبايرن، خروج طبعا
الرقم 14 الونسو، ونزول النجم رقم 20 رقم 40 اللاعب فابيان بينكو. نزول طبعا اللاعب ورا على الشمال لمارسيلو. كرة كورية بسطول ممتاز بتخطوه، لمحة برؤية مهارة لألفارو موراتا، عدى فوق والسقوط ولكن طلعت بره من ألفارو موراتا في هجمة جميلة وفي تحرك جميل سريع عن طريق بقدم النجم الأسباني الخطو على اليمين. لمسة موجودة من فابيان بينكو تصل على الشمال لمارسيلو، عدى بسطولي هوبا خطيرة جدا والهدف جول مش ممكن بره الملعب. النجم مارسيلو قطع كورته حلوه قوي ولعب باصه جميله والتحرك كان طولي ممتاز وباصه سحريه للاسباني الفارو موراتا، ولكن تعدي بشكل غريب بشكل عجيب بعيد عن المرمى. ضربه المرمى لصالح البايرن، هجمه خطيره وهدف اكيد بيضيع للملك الكبير الماري. على طول تياجو على الشمال لألابا، الهجمه اللمحه العرضيه لبره خطيره، استلام ممتاز لجوليان جرين مع الكوره، لجرين معاه الكوره، تياجو على الشمال ألابا، هجمه محاوله خطيره سريعه العرضيه الراسيه من راموس، دفاع من الاسباني إيسكو لوكاس فاسكيز ولكن طلع بره تماس لصالح بايرن ميونخ الالماني. هذا المدرب الكبير طبعا الايطالي كارلو انشيلوتي، مدرب ناجح بشكل كبير، عمل انجازات كبيره مع اي سي ميلان. تطول منه تصل لكازيميرو، دفاع ماتانيا، لمسه من تياغو، فاول لصالح ريال مدريد. دخلنا تقريبا مشاهدينا على اخر ربع ساعه متبقيه من نهايه المباراه. لقاء الملك ريال مدريد والبافاري العملاق الالماني، فريق طبعا بايرن ميونخ الالماني. تغيير كمان للبايرن، خروج رقم 8 مدافع الاسباني خافي مارتينيز، ونزول النجم الصربي بانتوفيتش الرقم 33. هذا خروج طبعا اللاعب خافي مارتينيز. في تغييرات كبيره كمان لفرقه الملك ريال مدريد. خروج مارسيلو رقم 12 والاستعانه باللاعب الفارو تخيرو رقم 35. هذا خروج النجم مارسيلو، خروج النجم مارسيلو والاستعانه باللاعب الفارو تخيرو، لاعب اسباني شاب عمره 20 سنه. هذا طبعا مارسيلو هو تشجيع مثالي وتشجيع كبير لنجم كبير بقيمه وبحجم النجم مارسيلو. تغيير كمان لفرقه ريال مدريد، تغيير كمان للملكي في المباراه مشاهدينا. خروج النجم البرازيلي كازيميرو. الان الفارو موراتا والبايرن ضم 2 لاعبين، كل من اللاعب طبعا البرتغالي ريناتو سانشيز من بنفيكا البرتغالي مقابل 35 مليون يورو، صفقه ممتازه. وايضا ضم اللاعب الالماني هومليس، تصويبه قويه ولكن برا الملعب. هذا هو المدافع الحارس طبعا كسيح حارس مرمى. هذا هو الهجمه والهدف الجميل، تصويبه حلوه قوي من النجم البرازيلي من عمر المباراه. الملكي ريال مدريد 1 والبافاري بايرن ميونخ لا شيء حتى الان في المباراه. ده تكون مشاهدينا هزيمه ثانيه للبايرن، ولكن اول هزيمه كانت هزيمه بركلات الجزاء الترجيحيه امام اي سي ميلان 4-3، وده يكون طبعا فوز ثاني بعد ما فازوا على تشيلسي في لقاء السبت الماضي 3-2. النهارده يكون فوز ثاني على التوالي لفرقه الملكي بعد ما انهزموا مقابل في اللقاء الاول امام بي اس جي 1-3. طبعا فريق بي اس جي الفرنسي مشاهدينا هو حتى الان بطل هذه المجموعه برصيد 9 نقاط من 3 فوز متتالي في هذه البطوله. مركز ثاني حاليا يعني موجود البارسا برصيد 6 نقاط. مركز ثالث حاليا هو البايرن برصيد 4 نقاط، ولكن النهارده بعد الفوز الملكي، فوز الملكي مشاهدينا يوصلوا
الى 6 نقاط. هجمه خطيره، عرضيه بره ممتازه، فيدال والتصويب والدفاع. تصويبه قويه من اللاعب فيدال، صد حلو من دفاعات اللي بالك ريال مدريد. الهجمه الثانيه، استلام من فيليب لام على الشمال للنجم ألابا، محاوله من اللاعب ألابا في نص الملعب،